وقبل ما نكمل الحكاية ما تنسوش الاشتراك معايا عشان نكمل حكاوينا اللي في أراضي الأحلام اهي جنبينا. وكان يا مكان في مدينة الأحلام كان في بنت اسمها ليلى. ليلى كانت دايما مشغولة بإنها تعرف سر وجودها، هي موجودة ليه وعشان تعمل ايه. تشوف صاحبتها، واحدة بتعرف ترسم، والتانية صوتها حلو بتغني، والتالتة بقى بتجري زي الريح. لكن هي كانت لسه مش لاقية نفسها، مش عارفة موهبتها فين، مش عارفة ربنا خلقها ليه، هي بتعرف تعمل ايه. حاسة انها بني آدمة عادية جدا. وفي ليلة كانت واقفة بتتفرج على النجوم من شباك اوضتها، لقيت نجمة غريبة بتلمع اكتر من الباقي. وفجأة النجمة وقعت على شباك اوضتها قدامها وتحولت لحجر منور. أول ما مسكته نقلها لعالم من الخيال مليان سلالم من النور وأبواب بتفتح بالمزيكا. وهناك قابلت حارس الزمن، راجل شكله غريب لابس عباية، وقال لها كل إنسان جاي الدنيا ومعاه مفتاح موهبة خاصة بيه، بس مش الكل بيدور عليه. انتي عاوزة تلاقيه؟ ردت بسرعة قالت له أيوة. اداها خريطة وقال لها المفتاح مستخبي في أصعب مكان جوه قلبك. وهنا ابتدت رحلة ليلى. عدت على أبواب بتختبر شجاعتها، وأبواب تانية بتختبر صدق قلبها، وأبواب تانية بتختبر صبرها. وكل مرة بتعدي على باب الحجر اللي في ايديها بيلمع أكتر وينور، لغاية لما وصلت لقصر من البلور جواه مراية سحرية. بصت في المراية ولقيت نفسها ماسكة قلم منور، وكل كلمة بتكتبها بالقلم ده بيتحول لحقيقة قدامها. اتصدمت وقالت أيوة دي موهبتي، الكتابة. ردت المراية بسرعة وقالت لها أيوة، ربنا خلقك عشان تحكي، عشان تكتبي اللي جوه الناس وتطلعي لي النور في كلمتك حياة لغيرك. رجعت ليلى لعالمها تاني، والحجر اتحول بقى قلم منور، ومن ساعتها ما بطلتش كتابة. ومن يومها ما بقتش تقلد حد، عرفت ان كل واحد عنده موهبة خاصة بيه لوحده، وان اجمل حاجة تعملها انك تعيش الدور اللي ربنا خلقك عشانه. وبس كده كفاية، وبكده تكون خلصت الحكاية، ودي كانت مجرد نهاية لحكايات تانية كتير معايا.